السلام عليكم شبابنا، شلونكم؟ شو صحتكم واحوالكم اموركم دنياكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد بحلقه جديده في سلسله اختبر معلوماتك الحلقه الثالثه. ان شاء الله تنال اعجابكم وان شاء الله يليق بينا ويليق بكم. اليوم جيناكم باسئله بسيطه وتتكون من 10 اسئله وبيها ايش كم جواب. ان شاء الله ينال اعجابكم. ابقوا الفيديو. رجعنا لكم من جديد وراح نبدأ بالاسئله وان شاء الله تنال اعجابكم. ما هو الزجيج؟ ما هو الزجيج؟ الصخر، الطين، الرمل. ما هو الزجيج؟ الصخر، الطين، الرمل. نختار احنا الصخر ونقول بسم الله. بسم الله. غلط، هو الطين. الزجيج هو الطين. نجي على السؤال الثاني. ما هو أقل كوكب كثافة؟ زحل، زهر، مريخ. ما هو أقل الكواكب كثافة؟ زحل، زهر، المريخ. نختار الزحل. السؤال الثاني نختار الزحل. صح، الزحل هو أقل كواكب كثافة. نجي على السؤال الثالث. صوت الفيل ماء، نقيق، نهيم. صوت الفيل ماء، نقيق، ماء. غلط، نهيم. الثالث غلط، طلع النهيم. خلي بالك وياي وركز بهالمعلومات، تفيدك وتفيدني وتفيد غيرك. وإذا عجبك الفيديو شاركه لأصدقائك، لأخوانك، لأقاربك، لأي شخص. نجي على السؤال الرابع العفو. بمعنى الافتتاح. بمعنى الافتتاح مقدام، بيداء، تدشين. بمعنى الافتتاح. الافتتاح شنو يعني؟ افتتاح محل، افتتاح مشروع، افتتاح بيت، ما نعرف. احنا نختار مقدام. غلط، هي تدشين. التدشين. السؤال الرابع هذا اعتقد، على ما اعتقد. عملية تسخين السائل بهدف تعميقه. نوبل، بسترة، منقلة. نختار احنا عملية تسخين السائل. منقلة. غلط، البسترة. السؤال الرابع هم غلط، احنا تقريبا جاوبنا بس سؤال واحد. أضعف حواس الطيور. الشم، السمع، البصر. أضعف حواس الطيور 3 عندك: الشم، السمع، البصر. نختار أعتقد السمع. غلط، الشم. الشم ليش؟ السؤال السادس. ما هما الميتتان اللتان يجوز أكلهما بدون إثم؟ ما هما الميتتان اللتان يجوز أكلهما بدون إثم؟ البقر والجراد، السمك والجراد، السمك والبقر. ما يجوز، ميت ما يجوز أكله. احنا على ما أعتقد يقولون السمك والبقر. السمك والجراد ما يجوز. الجراد شلون نوكل؟ السمك السمكة إذا ميتة شلون تنوكل؟ دفتين على ميتة بالماي. ما فهمنا بالسؤال، غير هو هيك لا. ما أكثر عام غزا به النبي غزوات بنفسه؟ العام الأولى للهجرة، العام الثاني للهجرة، العام السابع للهجرة. ونقول العام السابع. العام الثاني للهجرة. السؤال وراه. أين يوجد بحر الغزال؟ السودان، الحبشة، يوغندا. السودان. صح، صح. شغل عقلك ومخمخه ويطلع لك سؤالاتك وأجوبتك حلو. ما هو الحرف الأقل ذكره في القرآن؟ حرف الآلاف، حرف الضاء، حرف الياء. الألف واي مذكور، الضاء والياء. ضاء والياء. نختار الضاء. صحيح. والله أنا رجال. شوف خلنا نسولف لكم سؤال. لا، ورا الفيديو ورا ما نكمل الأسئلة والأجوبة. ما هو الحرف أكثر استخدامه؟ ما هو الحرف أكثر استخدامه في القرآن الكريم؟ ألف. مو من ساعة قلت لكم حرف الألف مذكور هواية بالسؤال قبليه ولا مو قلت لكم؟ الألف صحيح. ألف لام ميم والقرآن الحكيم. أعوذ
حكيم. الله الله. السؤال وراه. ذو الوشاح اسمه السيف أحد أصحاب ذو الوشاح اسمه السيف أحد أصحابه، فمن هو؟ القعقاع، عمر بن الخطاب، خالد بن الوليد. القعقاع. ليش الوشاح؟ ليش؟ ما هو أصغر طائر في الكون؟ الطنان، البعوضة، النمل، البعوضة، الطنان. نختار النمل. ليش الطنان؟ معقول الطنان؟ وقال شنو الطنان؟ أنا عرفاني. راح ابعث عليه وارجع لكم. وجينا وياكم. أول من أحيا رسول الله بتحية الإسلام هو بلال بن رباح، معاذ بن جبل، عمر بن الخطاب. بلال. ليش؟ بلال بن رباح هو هذا سنة تقريبا ملعب بيه. السنة أعرف منكم السنة جايكم. ما هي السورة التي بدأت بالتسبيح؟ الإنفال، الروم، الحشر. الروم. والله عرفت الحشر بس غدرت فيها الروم. أين وجد عظام اليافوخ؟ في الجمجم الرضيع، في جذع الشجرة، في القدمين. في الجمجم الرضيع. صح. هذا السؤال مر عليه أكثر من مرة ونجاوب عليه. كان عام الرماد في العهد أبو بكر، علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب. علي بن أبي طالب. عام الرمادات في العهد علي بن أبي طالب عليه السلام في الرماد. ليش عمر بن الخطاب؟ زوجة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، سيدة نساء العالمين، فاطمة الزهراء أم الحسن والحسين، سيد شباب أهل الجنة. هي فاطمة بضعة مني وأنا بضع من فاطمة. عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، أسامة بن زيد. شوف السؤال يا ربي. علي بن أبي طالب. علي. يا علي. عمق البئر زمزم هو 50 متر، 30 متر. ما حد لاحظ شرب من عنده ماء زمزم، لكن مش ماء زمزم. لا الجربة. يعني أسئلتكم مو صحيحة. والله العظيم مستوعب. تيقنت أسئلتكم واللي جاوبتكم صحيحة. إذا عجبك الفيديو وإذا عندك معلومات زايدة، هذا الانستغرام، هذا حساب التيك توك، كل حساباتي موجودة. إن شاء الله عجبكم الفيديو، اشتراك قناة، وإعجاب شعارات، ولا مع السلامة.